استقرار طفيف لأسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ليصل إلى 48 جنيه و5 قروش في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعيني في القناة. تحديث جديد لأسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري. يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو تعملوا لايك وتشترك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. نبدأ على بركة الله. سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 48 جنيه و5 قروش للشراء، بيع 48 جنيه و19 قرش. في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 48 جنيه و7 قروش للشراء، 48 جنيه و17 قرش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار تقريبا نفس الرقم، 48 جنيه و7 قروش للشراء، 48 جنيه و17 قرش للبيع. في بنك الإسكندرية الدولار وصل 48 جنيه و16، نعتذر، 48 جنيه و6 قروش للشراء، بيع 48 جنيه و16 قرش. في بنك CIB التجاري الدولي سجل الدولار 48 جنيه و7 قروش للشراء، 48 جنيه و17 قرش للبيع. يعني بنقدر نقول إن في هدوء نسبي في حركة الدولار النهاردة، وبكده نكون خلصنا تقرير أسعار الدولار. متنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا القناة وتعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد أول بأول. أتمنى من حضراتكم ما كنتش طولت على حضراتكم. في أمان الله. سلام.